السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل سعادة. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. آه نظام مدته يوم واحد فقط، ولكن نسبة النزول فيه قوية جدا جدا جدا. يوم كده بنعمل حالة من حالة تنظيف الجسم من السموم، وطبعا كل ما كان الجسم خالي من السموم كل ما كان الحرق عالي معانا جدا جدا. يوم بنخليه كده كله خفيف. يعني اليوم ده في ناس اتبعته بالفعل قبل كده ونزلت عليه 3 كيلو في يوم واحد. طيب اليوم ده نقدر نعمله امتى ونقدر نعمله في انهي حالات؟ اليوم ده نقدر نتبعه مع الناس اللي هي لسه اول مرة تعمل رجيم وهتبدأ تعمل رجيم، عايزة الحرق يكون نشط معاها وتخلص وتجيب من الاخر وتنزل كم كبير جدا في اول اسبوع. فبنقول لها ابدأي باليوم ده وبعد كده ادخلي في النظام بتاعك لو تقدري. حاسة ان النظام هيبقى قاسي عليكي، بلاش تبدأي بيه وخشي في النظام على طول، هو اختياري. طيب اليوم ده ينفع تاني في ايه؟ ينفع لو حضرتك كنتي ملخبطه كام يوم مع بعض النظام بتاعك وعايزه ترجعي تلحقي الدنيا تاني وتكملي النظام بتاعك، ممكن تتبعي اليوم ده يوازي اللخبطه اللي حصلت. في حالة تالتة النظام ينفع معاها، ايه هي؟ حالة ثبات الوزن. لو انتي حضرتك متبعة نظام بقالك فترة طويلة جدا وما زال وزنك ثابت مش عاوز ينزل رغم انك ملتزمة، نقدر ناخد اليوم ده ككسر كده روتين النظام بتاعنا. وطبعا مع كسر روتين النظام الجسم بيرجع يحرق تاني ويرجع ينزل تاني، يبقى في حالة ثبات الوزن. طيب لسه في حالة معانا كمان تقدر تتبع اليوم ده، ايه هي؟ نقدر نتبع اليوم ده بعد يوم الفري. لو انت خدت الفري وما التزمتيش بتعليماته وقضينا اليوم كله من اول لحظه لحد ما نمنا واحنا عمالين ناكل 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 وخدنا كم سعرات حراريه كبيره جدا، الجسم هيفضل اسبوع كامل على ما يبدا يتخلص منها. ممكن نقدر نلحق نفسنا باليوم ده عشان يظبط لنا اللي حصل واللخبطه اللي حصلت يوم الفري. طيب تعالوا بينا نشوف النظام اللي مدته يوم واحد واللي هيحل لنا الكام مشكله اللي احنا قلناها دي عباره عن ايه. هاتي ورقه وقلم واكتبي ورايا. اليوم كله هيكون عباره عن فاكهه وخضار وزبادي فقط، ما ينفعش ندخل اي حاجه تاني في اليوم ده غير فاكهه خضار زبادي. طيب هناكل ايه بالظبط يا هبه؟ ايه المسموح وايه الممنوع؟ اولا خلينا في الممنوع الاول عشان نبقى متفقين عليه. ممنوع 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 وحط تحتها 3 خطوط حمراء: الشاي والقهوه والنسكافيه في هذا اليوم. الشاي والقهوه والنسكافيه ممنوعين في هذا اليوم تماما، لان هو يوم بنعمل فيه حاله راحه للكبد عشان هو المسؤول عن حرق السكريات والنشويات في جسمنا، فاحنا بنعمل له حاله راحه، فبالتالي ما بنديلوش كافيين في اليوم ده. دي رقم 1. حضرتك لو حتى كنت واخده قوي على الكافيين هيتمنع في اليوم ده، استحملي، هو يوم واحد تمام والنتيجه بتاعته ممتازه. يبقى الممنوعات شاي قهوه نسكافيه، اي خضار مطبوخ على النار، ما احناش عاوزين اي خضار مطبوخ على النار. اليوم كله هنقضيه كده ظريف وخفيف كده، حاجه كده خضار فريش. نقدر ناكل خس، نقدر ناكل خيار، نقدر ناكل طماطم، جزر، جرجير، بقدونس، اي خضار فريش، فلفل، باذنجان، اي خضار فريش نقدر ناكل باي كميه وفي اي وقت وباي خليط. ده بالنسبه للخضار. طب تعالوا بينا على الفاكهه. الفاكهه كل انواع الفاكهه ممنوعه ما عدا البلح والعنب والتين البرشومي والمانجا والبلح والموز. الموز معانا في الانظمه بتاعتنا، ولكن في هذا اليوم الموز ممنوع، ما ندخلوش مع نظامنا. تاني البلح العنب التين البرشومي المانجا.
طيب ايه بقى يا هبه الفاكهه المسموحه معانا؟ الفاكهه المسموحه معانا هتكون التين الشوكي، البطيخ، الكنتالوب، البرقوق، الجوافه، المشمش، الخوخ، التفاح، الكمثرى، الفراوله، البرتقال، اليوسفي، الكريز. الفاكهه دي كلها معانا اي كميه واي خليط، اي كميه واي خليط وفي اي وقت. وطبعا رقم 3 من المسموحات معاهم الزبادي. كلي كل ما هتاكلي كتير في اليوم ده خضار وفاكهه وزبادي كل ما هتخسي اكتر وكل ما هتنزلي اكتر. طبعا مع شرب الميه، لسه هنتكلم عن الميه. تمام. يعني فطار، غدا، عشاء، سناكس، هناكل فاكهه، خضار، زبادي. طيب ممكن اجمع حاجات كتير مع بعض، ممكن جمعي 5 انواع فاكهه مع بعض مفيش مشكله. يعني ما نجيبش تفاح ونفضل ناكل فيه طول النهار، لا احنا ما قلناش كده. جمعي، نوعي، خدي اي خليط باي كميه. لو حبينا نجيب كم نوع فاكهه ونقطعهم ونرش عليهم كده زي سكر دايت، يعني دي برضو حاجه ظريفه او ممكن نعملها في اليوم ده. ممكن نجيب مثلا خوخ، فراوله، تفاح، جوافه، كنتالوب. طيب هنمسك الحاجات دي نقطعها كده حتت صغيره في طبق كبير، اعملي بقى كميه كبيره. تمام. وهنجيب 3 علب زبادي او 4 علب زبادي وهنشيل الوش بتاعهم ونقوم حاطينهم على الطبق بتاعنا ده ونحليه بسكر دايت، واقعدي طول النهار كلي فيه. اي وقت بقى، اي وقت، يعني اول ما تصحي عيشي بقى براحتك. طبعا ما ننساش الخضار، يبقى الفاكهه مع الخضار مع الزبادي هنقضي اليوم بتاعنا كله كده. طبعا النظام عشان يجيب معانا نتيجه حلوه جدا جدا لازم نشرب 3 لتر مياه في اليوم ده، لازم. لان الجسم هينزل كتير، ممكن ينزل دهون وممكن ينزل ميه لكن مش هينزل عضل، لان النظام فيه زبادي يعني فيه بروتين، يعني احنا كده تمام. طيب هو هيتخلص من السموم اللي هو تخلص منها، والنزول ده هيتخلص بيه ازاي؟ لو حضرتك ما شربتيش ميه يبقى انت كده النظام بتاعك مش هتنزلي الكم اللي احنا عاوزينه. اشربي ميه كتير، حطي 3 ازاز ميه قدامك وافضلي اشربي فيهم طول النهار. انا سبق قبل كده كتير كتير بقول للي بينسى الميه، كل وضوء تخشي تتوضي عشان تصلي اشربي كوبايتين ميه، كل لما تقعدي تاكلي اشربي كوبايتين ميه. اظن دي طريقه سهله جدا نقدر نفتكر بيها الميه. طيب ايه تاني يا هبه نقدر ناخده في اليوم ده؟ نقدر نشرب مشروبات حارقه زي ايه؟ زي شاي اخضر، قرفه، جنزبيل، ينسون. وطبعا المشروبات بتاعتنا تحلى بسكر دايت. طبعا اول ما هنصحى من النوم لينا معلقه عسل ابيض هناخدها مع كوبايتين ميه عشان نبدا بتنشيط الحرق كده من اول لحظه. وبعد كده عيشي حياتك في الزبادي والفاكهه والخضار من اول ما تصحي لحد ما تنامي. كل ما تجوعي كلي، ما تخافيش بالكميات. انا بقول لك ما تخافيش، يعني ما تقولش ايه انا اكلت كميات كبيره يا هبه هو انا كلي. ده بالعكس، اليوم ده كل ما هتاكلي اكتر كل ما هتخسي اكتر، وكل ما تاكليش كتير مش هتخسي كتير. تمام. نظام سهل، بسيط، نتيجته حلوه جدا جدا. النظام مجرب قبل ذلك من المتابعين بتوعي، في اللي خست 3 كيلو وفي اللي خست 2 كيلو وفي اللي خست اكتر من 3 كيلو. طبعا ده بيرجع لوزن حضرتك، كل وزنك ما بيكون كبير كل ما هتنزلي اكتر، كل ما بيكون وزنك مقارب للمثالي فطبيعي النزول هيبقى مش كتير زي اللي وزنها فوق ال100. تمام. تاني مهم جدا جدا شرب الميه في اليوم ده 3 لتر مياه، ولازم نعمل رياضه حتى ولو كان مشي ساعه في اليوم ده. نظبط الدنيا كده ونقدر نتبعه بعد الفري، نقدر نتبعه لو وزننا ثابت، نقدر نتبعه لو احنا ملخبطين، نقدر نتبعه بعد الفري لو احنا عكينا الدنيا. يعني اليوم ده مش اكتر من مره في الاسبوع، وممكن مره في الشهر بس. يفضل ما نكترش منه، لانه برضو نظام ايه الى حد ما يعتبر قاسي بالنسبه للانظمه بتاعتنا. تاني يوم كده على السريع ماشي نظبط بيه الحرق بتاعنا وننظف جسمنا من السموم وننشط الحرق، تمام جدا. طبعا ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتعملوا لنا اشتراك للقناه. بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يوفقكم واتمنى لكم
أتمنى لكم التوفيق الدائم والسعادة الدائمة وتحقيق أمانيكم وأحلامكم، ولكن دائما قولوا يا رب، إن شاء الله ربنا هيوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.